بسكوت العيد وكوباية الشاي بتبقى حاجة مستنيينها أول يوم العيد الصبح. تعالوا نعمل بسكوت خفيف ولطيف باي Edible Love. تعالوا نعمله سوا. عندنا كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عندنا كوباية سكر، عندنا نص كوباية جبنة كريمي، عندنا بيضة، فانيليا، كوبايتين وتلات ارباع دقيق، عندنا تلات ارباع كوباية لبن بودرة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. اول حاجة هنخلط كل المكونات الجافة مع بعض، الدقيق واللبن والبيكنج باودر ورشة الملح، نقلبهم كويس جدا ونحطهم على جنب. في العجان بتاعنا هننزل بكوباية الزبدة، وهننزل معاها بنص كوباية الجبنة الكريمي، وهنديهم خلطة سريعة لغاية ما يندمجوا هما الاتنين مع بعض. هوقف العجان وانزل كل الجوانب بتاعتي بتاعت الزبدة والجبنة، وانزل السكر واديهم ضربة لغاية لما السكر تقريبا يدوب بنسبة كبيرة. القوام كده بقى كريمي. هحط البيضة وهحط الفانيليا وهخلطهم كويس جدا مع بعض. القوام بقى كده بقى سايل وناعم وكريمي جدا جدا. هنزل بالمكونات الجافة وهخلطها، وبقى زي ما انتوا شايفين هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. هنقلب برضو كويس جدا لو في اي ضيق من تحت او اي حاجة لغاية لما كل العجينة تبقى قوام واحد. هجيب بقى كيس الحلواني وهحط فيه شكل النجمة اللي انتوا تحبوها او اللي عندكم. انا بفضل استخدم المقاس الكبير، وهحط العجينة بتاعة البسكوت بتاعتي وابتدي انزلها في الصينية بتاعتي صوابع جنب بعضها. بعد ما رصيناه بالشكل ده هنحطه في الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا 15 دقيقة. وكده عندنا بسكوتنا اتحمر وبقى شكله لطيف، مش ناقصه غير كوباية شاي بالنعناع، وبألف هنا.